سلام بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ كنتمنى تكونوا في صحه جيده يا ربي يحبي في احسن الاحوال والامور ديالكم تكون مزيانه. طولت عليكم الغيبه. اليوم غادي نشارك معكم واحد الكيكه اللي عدلتها 3 المرات هاد السيمانه، وملي طلبت مني هاد المره قلت علاش ما نشاركهاش معكم. يعني كيكه بسيطه بحال اللي كتشوفوا، التزيين حتى هو بسيط غير شويه كيجي مزيون صراحه. انا كنستعمل هاد ورق الذهب، هاد اللوز ايفيلي هذا في الحاشيه، وهاد الكركاعات حيت هي من داخل باللوز من داخل بالكركاع وبخيزو، يعني باش كتعرف الحاجه انها فيها الكركاع وصافي. مقادير بسيطه البنات وما فيهاش شي كثرة ديال المقادير، وكتجي مزيونه الصراحه، واللي كيذوقها كيحمق عليها. كنتمنى ان شاء الله تاسوما تجربوها. المهم ما نطولش عليكم، خليكم على الطريقه والمقادير. المقادير هما هادو البنات بحال اللي كتشوفوا. عندي هنا واحد 4 ديال الخيزوات صغارين، ولا 6 تقدروا تستعملوا 2 كبارين، الصراحه ما كيجيش باين فيها حيت غادي يتحك. المهم عندي هنا واحد 4 ديال الخزيوات خزه، غادي نغسلوهم ونقشروهم ونحكم بطبيعه الحال. عندي هنا دانيت ديال الشوكولات، انا عندي داني ديال الشوكولات، تقدروا تستعملوا حتى داني ديال الكراميل جوج بهم كيعطيو مذاق مزيون. انا واحد غادي نعملو في الخليط ديال الكيكه، واحد غادي نخليه للتزيين. وعندي هنا 4 بيضات بحال اللي كتشوفوا، كاس ديال الحليب دافي، كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت، والكركاع عندي هاد الكاس صغير، يعني تقدروا تعملوا غير كاس، نص كاس. هاد الكاس نفس اللي عبرت به السوائل وسنيده تقدروا تعبروا به، يعني كاس الماعين نص. غير انا كنبقى لي يعني اللي بقى لي في الميكا، مع عمرت نص كاس وبقى واحد شويه، قلت صافي راه نعمر نكمل وصافي بلا ما يبقى ديك شويه في الميكا. المهم الكركاع واخا ما تكثروش البنات، ماشي ضروري كاس عمر، يعني غير نص كاس صافي. عندي هنا واحد 2 معالق ديال الكاكاو مور، وعندي هنا الخماره والدقيق على حسب الخليط البنات. انا غادي نقول لكم شحال دات معايا ديال الدقيق، يعني ما كديرش الدقيق بزاف على حسب فيها خيزو. صافي البنات غادي ندوز دابا الطريقه. صافي البنات دابا غادي ندوز نخلط الكيكه ديالي. غادي نعمل البيضات اللي عندي، قلت لكم 4 ديال البيضات. وعندي هنا كاس ديال السكر بحال اللي كتشوفوا، وكاس ديال الزيت. انا غادي نعمل كلشي مع بعض البنات، وغادي نطرلو مزيان، وغادي نضيف حتى الحليب اللي دافي بحال اللي قلت لكم. صافي غادي ندوز نطرب هادشي ديالي وغادي نرجع عندكم. صافي البنات دابا من بعد ما طربت ديك البيضات ديالي وكلشي نتوما شفتوا حطيت المقادير كامله في دقه واحده. غادي نحط دانيط دابا غادي نكتفي يعني غير بالباطور ديال اليد، يعني غير الباطور ديال دابا ماشي ضروري ديال الضو. انا قلت لكم دانيط تقدروا تعملوا ديال الكراميل حتى هو كيعطي مذاق. انا ملي كنمشي يعني نجيب دانيط جبر ديال الكراميل كنجيب، هاد المره ما جبرتش ديال الكراميل، جبت ديال الشوكولاته. هو ديال الشوكولاته تاعنا كيتواتر مع حيت هاد الشوكولاته لحقت هاد الكراميل قلت لكم حسن وحسن. دابا غادي ندير واحد 2 معالق ديال الكاكاو مور، كتشوفوا بحال يعني يكونوا عامرين. غادي نحرك اليد ديال البنات. الدانيت بحال اللي قلت لكم اللي عندي هنايا غادي نستعملو في التزيين مع شويه ديال الشوكولاط كحل. نحرك مزيان هاد الشوكولاته. ودابا غادي ندير الطحين ديالي. انا الطحين كنميل البنات عيني وميزاني، ولكن غادي نهضر معاكم تشوفوا شحال ديال الطحين دات لي. دابا غادي ندوز للدقيق البنات. داك الكاس نيت اللي عبرت به الزيت والسكر هو اللي غادي نعبر به دابا. نتوما بحال اللي كتشوفوا عندي الكاس الاولاني
غنزيد الكاس الثاني، يعني كيسان عامرين. غنعمل دابا غير جوج وغادي نعمل الخماره ديالي. الخماره انا عندي هنا ديال ليدر فيها 15 غرام، اذا كانت عندكم ديال 8 تقدروا تعملوا جوج. غادي نخلط دابا غير بيدي البنات. كنظن جوج كيسان ديال الطحين كافيين البنات. على حسب باقي غادي نعمل لها خيزو. هانتوما كتشوفوا القوام ديالها كيفاش عامل. جوج كيسان ديال الطحين ما تزيدوش، واخا تكثروا يعني خيزو ولا تقلوا، المهم يعني القوام ديالها دات ليه جوج كيسان. انا الصراحه ما كنعبرش ديما، ما كنعبرش الطحين عيني وميزان، يعني كلشي كيعمل كيكه في الدار، يعني معروفه الكيكه القوام ديال الكيكه. صافي غنضرب بزاف مزيان بيدي البنات، وغادي نرجع باش نضيف داك خيزو محكوك وداك الكركاع. صافي البنات دابا غادي نضيف داك الخيزو ديالي اللي حكيت. قلت لكم انا حكيته غليظ، يعني واخا كيتحط غليظ ما كيبانش، واخا كيجي باين كيجي مزيون يعني. قلت لكم ما تكثروش الطحين يعني مع هاد الخيزو، هو هذاك يجي القوام. صافي غادي نحرك غير بيدي هيدا نتوما كتشوفوا. انا قلت لكم هاد الكيكه تبارك الله خدمتها هاد السيمانه 3 المرات، واليوم يعني ملي طلبت مني قلت علاش ما نشاركهاش معكم، يعني بقى عمري ما شاركتها معكم. بحال قلت لكم يعني السيده داتها من واحد الحفله ديال الجامع نهار الجمعه، وشي وحده كانت تما طلباتها البارح السبت، ويعني داوها شي عشيه، وفي نفس العشيه عاوتاني شي وحده قيصاتها عجباتها يعني طلباتها مني غدا ان شاء الله الاثنين. كنت عادله اليوم الحد، قلت علاش ما نشاركهاش معكم. غادي نعمل داك الكركاع ديالي اللي عندي حتى هو، والتزيين ديالها شفتوا البنات التزيين يعني مزيون وبسيط متناول الجميع. التزيين كيبقى كل واحد والاختيار ديالو شنو كيفضل. صافي دابا البنات اخر حاجه غنضيفها هي معلقه ديال الخل ضروري باش كتفشفش لينا الكيكه ديالنا. يعني دائما حتى الاخر تنكونوا غادي نخويوها في المول، ما تعملوهاش في الاول. غادي نحركو مزيان. صافي هو القوام ديال الكيكه ديالنا ماشي ثقيله البنات وماشي خفيف. صافي دابا غادي نجيب المول ديالي. المول انا كنعملو عندي داك المول اللي كيتفتح، تقدروا تستعملوا اي مول. انا كنعملو يعني داك كاغي ديال الكوزينه حسن كيجيني ساهل. صافي دابا غادي نخوي الكيكه ديالي، غادي نعالي ديال البنات باش كيخرج داك الهواء من الكيكه. الفران ديالي كيسخن البنات، الفران كل وحده انا كنطيبها على الفران ديال الضو، يعني كنعمل ماكسيموم العافيه غير من تحت. كطيب من تحت وكنشعل الفوق، حيت هذا المول عندي ثقيل وعاد كنعملو فوق الصينيه، يعني كنطيبها على ماكسيموم ديال الفران حراره مجاهده. كطيب الكيكه كتجيني يعني انا كل وحده كتعرف الفران ديالها الصراحه، يعني الفران كيبقى كل وحده الفران ديالها كيفاش كيطيب لها. صافي البنات قبل ما ندخلها للفران، صافي البنات قبل ما ندخلها للفران ضروري تخبطوها هيدا، خبطوا عاودوا ضروري البنات. هاد العمليه الصراحه كتساعد على الكيكه تجي فاششه. تجبروا شي عاود سنان ولا المهم شي موسيقى رقيق غادي تعملوا ديك العمليه بحال ديما فيه هيدا. الصراحه هاد الطريقه كتجعل الكيكه تجي مهويه من الداخل، كتجي مدقسه وكتجي مفشه. صافي ودابا الى الفرن البنات ملي غادي طيب غادي نشارك معكم التزيين ديالها في الشكل النهائي ديالها. صافي البنات الكيكه ديالي من بعد ما طابت ها هي قلبتها في هذا الصحن ديال اللي غادي نخليها فيه. نتوما بحال اللي كتشوفوا غادي نجيب هاد الكوردون هذا، غادي نتقبل شويه حيت غادي نسقيها.
نتقلها غير شويه بحال اللي كتشوفوا. عندي هنا واحد 4 كاس ديال القهوه معصره. دابا نسقيها بالحليب، انا كيعجبني نسقيها بالقهوه. صافي غادي نسقيها. صافي البنات نخليها تبرد شويه. غادي ندوز ندوب الشوكولات وغادي نخلطو مع الدانيط باش غادي نزينها شويه. غادي نرجع نشارك معكم الشكل ديال التزيين ديالها. دابا غادي ندوز للتزيين البنات. انا كنستعمل الشوكولات ديال الاوراماس. انا غادي نوريكم كنستعمل غير النص بحال اللي قلت لكم النص عملته داك النهار في اللي عدت في الكيكه اللي عدت. ما كنستعملش الباكيه كامله، يعني غير النص. وهذا ديال دانيط، قجر ديال دانيط كامل، يعني نص ديال الشوكولات والنص ديال دانيط. هذا الشوكولات ديال الاوراماس الصراحه احسن ديال ميركادونا، عجبني. هو كاين فيه الكحل وفيه الابيض. صافي غادي ندوزو ندوب الشوكولات وغادي نرجع معاكم. صافي نتوما البنات كتشوفوا بعد ما دوبت الشوكولات ديالي غادي نخوي عليه داك دانيط كامل، يعني الحك ديال دانيط كامل. ها هو الدانيط هذا الصراحه كيخلي داك الشوكولات ما يجمدش، باش ملي كتجي تقطع الكيكه باش ما كيتهرش داك الشوكولات. والكيكه بحال اللي كتشوفوها البنات، انا غادي نساليو تشوفوها. الكيكه ما كتجيش عاليه بزاف. هاد النوع ديال الكيكه ما خصهاش تجي عليها تقولوا لي يعني الكيكه مثلا يعني 2 خمرات مثلا خميره ديال 16 وما طلعتش. انا هاد النوع ديال الكيكه هذه ملي كنعدلها ملي كتكون في الفران كنبقى نفتح ليها الفران باش ما طلعليش، حيت ما بغيتهاش يطلع. ماشي كاين نوع ديال الكيكه تبارك الله خصهم يجيو عاليين، هذه لا، يعني الحلاوه ديالها خصها تجي هايده حانيه. صافي دابا غادي نخلط هاد الدانيط مع هاد الشوكولات مزيان بحال اللي كتشوفوا. وغادي نخويه على الكيكه ديالي ونزين بيه. ندخل الدانيط في هاد الشوكولات صافي. وغادي نخويها البنات عليها باش غادي نزينها. هايدا كتشوفوا. صافي دابا غادي نجيب السباتولا ولا غير معلقه البنات وغادي نبقى نعوض. تشوفوا تنسون هايدا بنات انسي غنعوض غير هاد الشوكولاته هايدا مع هاد. صافي البنات بحال اللي كتشوفوا غادي نليسيها. دابا غادي ندوز للتزيين ديالها. غادي نزينها بشويه ديال لوز ايفيلي.
نحطوها غير من الوسط حيت الجناب غادي يعني يتغطاو باللوز ايفيلي، يعني الوسط يجي مليسي معوض. صافي دابا غادي نجيب شويه ديال اللوز ايفيلي بحال اللي كتشوفوا، شويه غادي نحطو غير في الجناب هيدا، ندور مع الجناب. نتوما بحال اللي كتشوفوا هاد البنات هانتوما. دابا غادي نجيب واحد 4 ديال الكركاعات على حسابيه فيها الكركاع، يعني باش تبان انها معدله بالكركاع. صافي هايدا البنات، هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتوما بحال اللي كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا البنات. هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي، يعني تزيين بسيط. انا قلت لكم داك ورق الذهب ماشي ضروري، انا يعني عندي كنستعملو في الطرطات، كيعجبني هيدا نزوق به الكيكات بحال اللي كتشوفوا. يعني اكتفوا غير باللوز ايفيلي بركه ولا الكركاع الا كان ممتازين، كيبقى كل واحد الاختيار ديالو. هذا هو الشكل ديال الكيكه ديالي شاركتها معكم، كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. الا عجبتكم بحال اللي كنقول لكم دائما ما تنساونيش بلي لايك والبارطاج باش تكبر القناه، وشي كومونتير. كنقول لكم شكرا لكم بزاف البنات، الى فيديو قادم ان شاء الله. بسلامه عليكم.